كل كلمة أنا وأنا حط أنا، اتكلم كده بافتخار. لا أصل أنا ليا فكر تاني خالص، أصل أنا لما بفكر، أصل أنا بجيب التايهة، أصل أخوك أحكم واحد في الناس دي كلها، أصل أخوك لا IQ عالي أوي أوي أوي. IQ يعني معدل الذكاء، يعني معدل الذكاء عالي أوي أوي. أصل أخوك يجيبها هو طايرة، أصل أخوك شمها من على بعد 3 كيلو. أصل أخوك، أصل أنا، أصل أخوك، أصل أنا، أصل أخوك. يا ابني هتروح لفين يا ابني؟ مش أي حد. فعلى قد ما بتتكلم على نفسك الحقيقة بتقف في زور الناس. يعني الناس تقول إيه ده؟ إيه ده؟ خلى إيه ربنا يعني عمله في حياته؟ وبعدين عادة اللي بيتكلم عن نفسه كتير قوي يحب يمسح فوقك ويقول لك طبعا في الآخر كله ده بفضل ربنا، يعني انت خليت يا ربنا يا راجل. يبقى كل ما تتكلم، عشان هم 10 نصايح همشي عليهم بسرعه، فانت عاوز تبقى مقروء اتكلم عن نفسك كتير قوي 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 قوي. يعني زي هيرودس الملك كده اللي وقع والدود خرج من بطنه. ده كانت مشكلته ايه؟ ان الناس وهي بتسمع يقول لك ده كان يتكلم انه صوت اله، ده كان بيتكلم كاله مش انسان. فعلى قد ما تتكلم على نفسك بكلمه انا 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 وبافتخار كده، الحقيقه الناس هتبتدي تاخد منك موقف، بس انت لسه ما كرهناكش قوي لان لسه في 9 نقط تانيين يعني او 10 نقط تانيين. يبقى اول حاجه على قد ما تقدر اتكلم عن نفسك كتير. 2، على قد ما تقدر خليك اناني ومستغل. على قد ما تقدر سخر الناس دي كلها. كل الناس دي مخلوقه ليه؟ لخدمتك. ربنا عمل الناس دي كلها ليه؟ خدمتك. اقعد كده في البيت واديها اوامر. هتقولي ميه، فين الريموت؟ فين الموبايل؟ جنبك دوروا عليه. اي حد داخل المطبخ اوعى ترجعه بايده فاضيه. يعني ما دام انت شفته داخل المطبخ كده، لا انت لازم تكون ناصح وواعي. هو اساسا ده اتوجد في الحياه ليه؟ الا لراحتك. فما تخليهوش يرجع فاضيه. قول له افتح الثلاجه هات كمثرى. يقول لك ما فيش كمثرى، هات كوبايه ميه. اعمل لي كوبايه شاي. طب ما انت شاي قدامك، هات لي سكر يا اخي. المهم على قد ما تقدر استغل الناس. خليك اناني كده، خليك سيلف سنترد. يعني بص كده، دايما اختار النصيب الاكبر. دايما لما يبقى مثلا في اي حاجه مثلا كده ما تفكرش في اخواتك. يعني هم انتوا 4 اخوات، 4 رجاله، وفي 4 قطع لحم باقيين في الحله. فتعمل ايه؟ خد 2 وبعدين هيتحرق دمهم. ما يتحرق دمهم دول في منتهى. هو ايه الطمع اللي عندهم ده؟ مستخسرين في اخوهم 2 لحمه؟ ده ايه ده؟ هي مال الاخوات ما بقتش تحب بعض كده زي الاول. وبعدين انا الكبير. طب ولو انت صغير؟ انا الصغير في سن النمو. طب لو انت قاعد في البيت ما انا زهقان حطيت همي في الاكل اكلت اللحم. طب ولو انت بتشتغل انا اولى بتعب طول النهار. المهم هتلاقي لك تصريفه. بس المهم فكر في نفسك، استغل اخواتك على قد ما زي ما قلت لك كده. في شويه قواعد، اللي يخش المطبخ ايده فاضيه لازم يطلع بايده مليانه ليك، يعني انت واخد بالك. كل اشبع يعني، اشبع يعني. صباط الموز خلصها، سيب لهم القشر. المهم يعني طول ما الانسان بيبقى سيلف سنترد واناني قوي وشايف ان دي شطاره ان يتعب كل الناس من اجل راحته، الحقيقه دي تاني حاجه توقفك في زور الناس. يبقى اول واحده كانت ايه؟ كلم عن نفسك. انا اصل انا اصل انا اصل انا اصل انا اصل انا اصل انا. نمره 2، خليك اناني. مش اناني وبس، لا استغل اي حد. وبصراحه اوعى تساعد حد في اي حاجه، لان من الاخر مفيش حد يستاهل. ساعده ليه؟ وبعدين انت لو ساعدته هياخد على كده. فخليك كده براحتك. اقعد كده، املى كرسيك، خليك ملك متوج كده، تعطي اوامر
والعبيد الساكنين معك كل شغلتهم تنفيذ هذه الأوامر. يبقى أول حاجة كانت إيه؟ اتكلم عن نفسك. تاني حاجة خليك أناني، وعلى قد ما تقدر استغل كل اللي حواليك. دي شطارة، دي شطارة. بتقالي الصفتين دول كده دخلونا في مود الكراهية اوريدي. يعني انتوا تخيلوا بقى في شخصية بتعمل كده، تحس انك انت بتحبه، صح؟ صدقوني ده بيبقى في واحد النور وراه، النور وراه. يعني هو قاعد على كنبه وكرسي كده، يعني لو عمل كده يطفي النور. اعمل لسه كده؟ ده حتى مش عدلة ايدي، يعني كده ايدي مش معدولة، او هستخدم ايدي الشمال وده حرام. لكن انا هستناك وانت معدي اقول لك الكوبس اللي فوقيه ده اطفي النور. يبقى اللي قدامك في كده، في كده. وخاصة بعد البنات مع ماما، تبقى شايفة ماما متبهدلة متبهدلة، بتغسل مواعين وتمسح في المطبخ وتعمل الاكل وبتاع. ماما هتخلصي امتى؟ عايزه حاجه حبيبتي؟ عشان تعملي لنا شاي نشربه سوا. طب ما تقومي تساعدي ماما يا حبيبتي. ثلاثة، أكتر حاجة كمان تخليك مكروه في نمرة 3، افشي كل الأسرار اللي بتوصل لك. يعني أول ما حد يقول لك ده سر، حافظ على وعدك وما تقولش الأكتر من 10. الحقيقة خراب البيوت كله بسبب إن في ناس كل واحد بيسمع خبر ينقله ويحط عليه شوية شطة. لازم بقى الإخراج بتاعي، يعني هو أمشيها كده زي ما سمعتها حتى تبقى الحكاية باردة يا أخي. فأنا هجتهد إن أنا أفشي السر. الحقيقة في آية في الكتاب المقدس بتقول إيه؟ اللسان الثالث، اللسان الثالث اللي هو بتاع النميمة، اللي هو بينقل الأخبار، أقلق كثيرين وأقام أمة على أمة. يعني إيه؟ يعني سبب خراب الإنسان اللي يؤتمن على سر أو يعرف سر، بدل ما يستر على صاحبه يفضحه. ده لازم يبقى مكروه في يوم من الأيام، والناس تخاف منه قوي وتحذرك منه ويقول لك بقول لك إيه، فلان ده ما تقلوش حاجة. مشكلتنا إن كلنا بنعمل مشاكل، وبعدين أنت تنقل الخبر ده لواحدة، فالتانية الأولانية تيجي تواجهك تقول لي فلانة اللي قالت لي، تقول أنا ما قلتش، أنا ما قلتش، شوفي مين اللي قال كمان. يعني بعد إفشاء إصرار في جبن وكذب. بس الحقيقة إفشاء الأسرار يخليك شخصية غير محبوبة خالص. 4، كن فضوليا. يعني خليكي فضولة كده. يعني ما تزوري واحدة صاحبتك في البيت ومامتها مش موجودة وانتوا الاثنين قاعدين مع بعض، من فضلك افتحي دواليبها وقلبي في كل فساتينها. وبكام ده؟ وجبتيه منين؟ بكام؟ بجد ده سعره كده ولا انت بتقولي عليا ايه كلام؟ افتحي الثلاجة واتفرجي على اللي بياكلوه. لا ايه ده، ايه ده، ان عندكم بيض كتير. وبتجيبوا تورته؟ ياه. في انسان كده فضولي، يعني تلاقيه قاعده معاها ادت لنفسها كل السلطان وكل الحق تفتح شنطتك، فتحت السوسته وضربت ايدها وتطلع. وانت مالك؟ وانت مالك؟ دي حاجه مش بتاعتك. احنا اخوات. هو في بينا لا مش اخوات. اللي انت بتعمليه ده زياده، ودي مش صداقه. ومين ادى لي اي حد حق انه يقتحم حياه انسان؟ والزن بقى، الفضوليه مع الزن. لا قولي لي، لازم تقولي لي في حاجه انت بتخبي عليا، لازم تقولي لي. لو عرفت من بره هزعل، لو عرفت من بره لازم تقولي لي، لازم. طب انا مش عايز اقولها دلوقتي، هقولها في الوقت المناسب. عليا انا، عليا انا. I should be first to know. انا لازم اول واحده اعرف الخبر ده. تعرفي لو عرفت من بره وتزنقيها تفطسيها. فانت عاوز تكون مكروه، خليك فضولي كده، امشي كده شمشم على اخبار الناس، لمع اكر طول ما انت ماشي. تحب تعرف قوي الناس، تلاقيه بيقول لك ده اسمه ايه، ده رويتر جاسوس.
طب ما تخليك متعفف عن الاخبار. ده الناس تيجي تقول لك، اقول لهم بصوا يا جماعه، لحسن الخبر ده يتطوح كده ولا كده تقولوا ان انا قلت. انا لا عاوز اسمع ولا عاوز اقول. الناس تبقى تجري وراك عشان تقول لك، لان لقت واحد خزنة اسرار. لكن اللي بكلامه كتير ده الحقيقه يوقع الناس في بعض. ولما تزنقوا يقول لك، لما تزنقوا قوي بقى يقول لك انا قلت بس ما كنتش اقصد كده الحقيقه. هم اللي اساءوا الفهم. ده اللي بيفشل اسرار. والتاني الفضولي، وعاده الفضولي ما يسكتش. يعني الفضولي ده ما يسكتش، يعني ترجع تقول له انتوا عارفين انا كنت عند فلانه النهارده نرمين وفتحت الدولاب بتاع لقيت كام فستان، ولا عدد الجزم اللي عندها. ناس كده مفتريه في المصاريف، كل دي جزم. شوف فضولي وفشى سر وشهر بناس، والحقيقه تقول لي انا مش عارفه ليه اصحابي ما بيحبونيش يا ابونا، واخدين مني جنب. غلطانين غلطانين، ده انت يحطوك فوق راسهم. حاجه كمان تخلي الانسان مش محبوب، على قد ما تقدر اتريق على الناس وعلى افكارها. تريقوا يا ولاد، اضحكوا، تريقوا طول ما انت ماشي تتريق كده، طول ما انت ماشي كده تتريق. يعني ايه تتريق؟ يعني على فكره التريقه دي في بعض الاحيان تخش تحت بند الشتيمه. يعني واحده يقول لها، بيتكلم على اخته قدام الناس، يقول لها اختي دي بقى يا سلام كل لما تقول اعمل رجيم تزيد 2 كيلو. فهي بقى تعمل ايه؟ تضحك علشان هو اللي قاله، تضحك بقى تقول بس من جوه ايه؟ وهو مش حاسس. وعلى فكره لما ترجع البيت وتعاتبه تقول له تجرحني قدام اصحابك وقدام صحباتي، يقول لي انت عقلك صغير وتافه وحساسه وحشالي دور، انا الغلطان اللي بحاول اهزر معاك وارفع من معنوياتك، عامل لك قيمه في وسط الناس. كمان في ناس بقى غاويه طول ما هي ماشيه تتريق. وفي ناس تدي الناس القاب، يعني طول ما هي ماشيه تدي الناس القاب. واحد يقول للتاني ايه، انت عارف مش عارف ليه شكلك كده مكوجي. وماله المكواجي؟ يعني مش عيب المكواجي، لا بس انت شكلك مكوى. شوف بص وشه مثلث اهو مكوى. ها 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 ها. تلاقي يا عيني الراجل محرج. مش مشكله بقى، مش كده المشكله، ان كل اصحابه مسكوا فيها يقول له ازيك يا مكوى. الناس كلها تضحك. على فكرة ده كل ده بيدفع حساب قدام ربنا. يعني اللي فاكر نفسه ان دمه خفيف لما بيتريق على الناس كده وعلى اوجاعها او على اشكالها. مثلا واحد وشه يكون رفيع شوية يقول له انت دخلت في مكبس، ها 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 ها، الفورمة دي عجباني قوي. على فكرة يا جماعة شوفوا احنا بنضحك قد ايه، لكن انتم ما تعرفوش الألم النفسي لما واحد يهزر على واحد، او واحده تهزر على واحده، او واحد يهزر على واحده. ادى لنفسه حق ان عشان يبقى دمه خفيف ويضحك الناس يقتل نفسه ويدوس عليها، والنفس دي تتألم امام الله. والحقيقه الموضوع ده يؤلم الله ذاته، لان مش من حقك انك انت تعمل كده مع اي حد. احنا قلنا كام حاجه عشان تكون مكروه، عدوا معايا كده. 1 اتكلم عن نفسك. 2 خليك اناني ومستغل. 3 افشل اسرار. 4 خليك فضولي. يعني ايه؟ يعني حشري، يسموها حشري. بعد كده 5 اتريق على الناس. 6 انتقد وكسر واوعى تشجع. انتقد وكسر واوعى تشجع. الشخصيات المحبة للكمال او الشخصيات القيادية بتقع في الغلطة دي، لان دايما بيبص على النقطة السوداء في اي حاجة. فتيجي بنوتة كده صغيرة تقول له بابا انا كويت القميص بتاعك حلو يا بابا. طب تعب، تقول لها ربنا يعوضك وخد بعد كده انت كمل عليه. هو كده اتكوى؟ ده قبل ما تكويه كان مفروض، ده انت كعبشتيه. فالبنت يحصل لها ايه؟ تتكسر، تحبط. ده هي كل عايزاه حضن وبوسه. حبيبتي حبيبتي. ايه ده؟ ايه الستات الشاطره، ايه البنات الشاطره دي؟
حتى عامله 30%. امدح ال 30%. ده المسيح مع المرأة السامرية اللي كانت عايشة في الزنا مدح انها بتقول له ماليش راجل، بيتلكك عشان يمدحها في حاجة وهي زانية وبتاعت رجالة، فيقول لها بالصدق قلتي الحق. وانا بنقد كل حاجة. يعني واحد يخش كده يقول لي بص يا ابونا بخش الكنيسة بتاعتكم برتاح، يقول له ما بتعجبنيش الكنيسة دي، ضيقة وما بتشيلش غير 400 تحت و400 فوق. ايه دي كنيسة دي؟ ما كانش عندهم بعد نظر بتوع زمان. ده انا بخش ما بلاقيش اكسجين جوه الكنيسة. ده لسان وده لسان. تفتكر قلبي يرتاح لمين؟ ارتاح لمين؟ للي بيقول لي يا ابونا لما بخش الكنيسة عندكم برتاح، ولا اللي بيقول لي انا بخش الكنيسة بتاعتكم بتخنق؟ اقول طب وانت جيت ليه؟ يعني جاي تتخنق شوية وتمشي؟ ما بره براح يا اخي، في هوا. هيبقى رد فعل النفسي، مش انا هقول كده، انا بكلمكم كمثل يعني. ان طبعا لما انت بتكون بتنقد كل حاجه كده، بتنقد كل حاجه. انا حكيت لكم حكايه مره لن انساها. شاب كان عدى ال 25 26 سنه بيقول لي انا ممكن لما الواحد يكره ابوه ما تبقاش خطيه. فانا قلت له ازاي يا حبيبي؟ لا اللي بيكره ابوه خطيه. قال لي طب اسمعني الاول، انا بقالي من ساعه مواعيد احنا لازم في وجبه بتجمعنا وهي وجبه الغداء. يعني كلنا لازم نرجع من المدارس، بابا يكون رجع من شغله، نتغدى كل الساعه 4، نريح ساعه وبعدين نقوم نذاكر على قد مواعيد. بقالي 20 سنه ابويا كل يوم ينقض في امي، وامي عشان ملاك وبتسكت وطيبه ابويا مفتري فيها. فبقول له ازاي؟ يقول لي كل يوم يقول الرز معجن، فتظبطه تاني يوم يقول لها الرز مفلفل. طب ده كويس ولا وحش؟ تقول لها هو انت يا تنشفيه يا تعجنيه، مفيش اللي في النص. ده لسه الرز مالح، تعمله عادي. بالله الرز عادي زي بتاع المستشفيات، انت شايفين عندنا ضغط ولا مش عارف عندناش ضغط؟ ده ايتم واحد. ده لسه الخضار ولسه السلطه ولسه فرش السفره ولسه المعلقه اللي بيمسكها كده، المعلقه دي اتغسلت، المعلقه دي اتنشفت، امال مالها مغيمه كده؟ هي اتاكل بيها قبل كده النهارده ولا ايه؟ يقول تتصور يا ابونا 25 سنه في 360 يوم في السنه، كل يوم ابويا يطلع لامي عيب، يا في اكلها يا في سفرتها يا في شوكتها يا في سكنتها. ازاي كده؟ امي بتصعب علينا والست مستحمله وساكته، وتقول ابوكوا كده هعمل فيه ايه؟ انت فاكر لما تنقد اولادك في يوم من الايام على طول الخط، او تنقد مراتك طول الايام على طول الخط، هتبقى اب محبوب؟ هتبقى زوج محبوب؟ للاسف النقد في لساننا على طول. وبعدين يرجع يقول لها هو انت ليه مش مبتسمه؟ هو اللي انت عملته فيا قليل؟ واوقات الولاد والرجال لما بيتجوزوا بيدوا نفسهم الحق دول على الستات، هم انا عاوز بس يجرب انها تتقلب. يقول لها قولي رايك فيه، تقول له بصراحه انت انسان متسرع شويه، اهوج يعني، وانسان ما بتتحملش المسؤوليه، وانسان اناني ماسك الريموت طول النهار تقلب في القنوات، وانت. يقبل النقد؟ ما يقبلش. طب انت ليه بتدي نفسك الحق انك تنقد؟ بس عاوز تبقى مكروه، انقد وما تشجعش. افتكروا موضوع المكوى والبنت دي، يقول لها ده كان مفروض قبل ما تكويه. ليه؟ بقيت بابا مكروه الحقيقه. وتيجي البنت تقول لي بص انا مش عارفه بكره بابا ليه، مش عارفه، مش ماسكه عليه حاجه، بس بابا مش قادره احبه. وبعدين لما تفتح الكلام تقول ده عمره ما طبطب عليا، ده انا من ساعه ما اتولدت، ودي متكرره جدا جدا جدا. يقول لها انت جيتي غلطه. صوروا طفل طالع العيال اخواتهم يسمونه يا غلطه يا غلطه. غلطه فين؟ غلطه نام، غلطه قام، دي تعمل جراح. مش عايز اقول لكم عدد الناس اللي عندهم الجرح ده بتاع انت جيت غلطه قد ايه.
ويا ريت حتى اللي بينقد بيقدم حلول. تقول له طب اوكي الدنيا كذا كذا نعمل ايه؟ يقول لك لا انا ربنا مديني موهبه ان انا اشوف العيب، ما ادانيش موهبه ان انا احل العيب. طب اسكت يا اخي. في كمان صفه اوعدك لو انت اقتنيتها الحقيقه الناس مش هتبص في وشك. لما تغلط اوعى تعتذر ابدا، محدش يستاهل منك كلمه اسف. الاعتذار ده ضعف. شخصية قوية ما تعتذرش، هو يفك مع نفسه ضيقه وهو اللي يجي يقول كمان كلمتين. ولو اعتذرت ما تعتذرش تقول انا اسف. دي مش بتاعت الرجاله. تقول لمراتك اسف ازاي يعني؟ اوعى تعتذر. لما تغلط كده حيلها بكلمه. يعني ازاي حيلها بكلمه؟ قول لها اعملي لنا شاي. ده قمه الاعتذار يا متضع. اوعى تعتذر. وكده كده الناس بتنسى. عشان تعيش الناس بتنسى. لكن تعرف انت لو اعتذرت ممكن يقول عليك انك انت بتعتذر يعني، ودي عيبه قوي في حقك. اوعى تعتذر. اوعى تسمح لكرامتك انها تتهز بكلمه اسف دي. تصوروا واحد بيغلط ويزعل وما يعتذرش. يا خطيتنا كلنا، لان ممكن تكون فينا كلنا دي. حاجه كمان علشان برضو نكمل مسلسل كراهيه الناس ليك. قطع الناس طول ما هي بتتكلم هتغيظه وتنرفزه. يعني في واحد اقول له يا ابني انت بتتكلم في بقي، يعني من فضلك يا ابني سيبني 5 دقائق اتكلم بس جمله مفيده، اسمعني في الاول. كل ما اقول له بص يا حبيبي قصدك تقول لي كذا كذا، لا ما قصديش اقول لك. يبقى قصدك تقول لي كذا كذا، ما قصديش اقول لك كذا كذا ولا كذا كذا. يبقى هتقول لي ايه؟ ما هو يبقى الثالثه كذا 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 صح. طب ما تسيبني اقولها. طب ما تسيبني انا يعني اديني فرصه ان انا اقول وجهه نظري. في ناس كده ما تديلكش فرصه تتكلم ابدا 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 ابدا. قطع الناس. وفي حاجه كمان، ده انت ممكن بقى اول ما يجي عليه الدور انه يتكلم قول له انا ماشي بقى عشان مشغول. يعني نمره 1 اتكلم وما تسمحوش، 2 لو اتكلم قطعه، 3 لو اصر انه يتكلم سيبه. 3 نصايح في ادب الحوار احلى من بعض تخلي اللي قدامك مش طايقك. او اقول لكم تاني، لو اتكلم قطعه، طول ما بيتكلم قطعه. اولا انت اتكلم ما تدوش فرصه انه يتكلم، ثانيا لو هو اتكلم قطعه، ولو اصر انه يتكلم سيبه، ما تهتمش بكلامه خالص. الحقيقه انت كده تبقى شخصيه ايه؟ محبوبه ولا مكروهه؟ مكروهه. هراجعهم لكم تاني ال10 عشان ايه؟ ده انا عايز اكتبهم لكم يا اولاد. اوكي. حاجة كمان تخليك الحقيقة مكروه قوي، كن قاسيا في أحكامك وافتخر بهذه القسوة. يعني مرة كانت عندنا مشكلة في طفل في مدارس الأحد. الولد بيجي في مدارس الأحد عامل ثورة uncontrollable، يعني غير قابل للسيطرة. فالخدام مش عارفين يعملوا معاه ايه، ويدخل يطيح في الفصل كله، ضرب وتلطيش. ما فيش حد عندنا في المدرسه حد يعمل كده. فالخادم راح لامين الخدمه، فامين الخدمه قال له انا هروح معاك عند الولد ده افتقاد. فاول ما راح افتقاد الاب قاعد معاه قال لهم طبعا ما فيش حد متربي واخلاق في الكنيسه زي ابني. انا عارف انا مربي ابني ازاي. قالوا له ازاي؟ قال لهم تعالوا فرجكم. ففتح اوضه النوم، عارفين السلم بتاع النقاشين اللي هو السلم بيتفتح 8 ده، سلم بيتفتح. فجايب سلم مثبته بين الحيط وبين الدولاب،
وعامل حزام بيربط ابنه بايده دي كده وايده كده ورجله ورجله يعني، وهات يا ضرب. بيقول لهم على اتفه غلطه واقل غلطه بجلده. عشان كده انا واثق ان ابني اكتر ابن متربي في الكنيسه دي كلها. اصل الرجاله بتاعت الايام دي رجاله ما بتربيش. انا ربيته التربيه اللي ربهاني ابويا بالحزام. فالواد يا عيني من كتر الكبت بيجي الكنيسه يعمل ايه؟ كانوا الخدام بيفكروا يعملوا فيه ايه؟ قال لا ده نعمل له فصل لوحده، ده الواد ده يستاهل يعني نتعب معاه. الحاجه الغريبه ان الاب ده بيفتخر بايه؟ بقسوته. قابلت واحد تاني بيكلمني مره، بس ده كان راجل كبير قوي 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 يعني، هو راح السما. فبيقول لي ايه؟ بيقول لي انت عارف انا ربيت ولادي ازاي؟ علمتهم الساعه، كانوا عندهم 4 سنين 5 سنين 6 سنين، وجبنا ساعه حيطه كبيره قوي في الثلاثينات، حاجه زي كده ولا يعني سنه 1930. بقيت اعمل الساعه كده اهو، اقول له ساعه كده 10 وربع، ساعه كده 10 وثلث، ساعه كده ونص ل5، ساعه كده ونص و5 كده الا تلت، واروح ملخبط العقارب واقول لهم ساعه كده كام، وفي ايد الكرباج اللي يغلط اروح نازل بقى، ومطرح ما يجي كرباج ودنه وراسه وظهره زي ما يجي. هي دي التربيه. بيفتخر بالقسوه. يقول لك انا لما بطلع السلم وعيالي تسمع صوت رجلي على السلم، اللي بيستخبى تحت السرير كلهم بيعملوا نايمين، وببقى فاهم ان هما بيمثلوا، بس شايف الشخصيه ليه؟ العيال بتسمع صوتي بتنام. طب يعني هو خطيه ان العيال تسمع صوتك وتقول بابا جه بابا جه بابا جه، جبت لنا ايه يا بابا؟ معاك حاجه حلوه، وينطوا على حجرك ويبوسوك، دي حاجه خطيه يعني؟ لكن لا، دي مش تربيه، دي ما طلعش رجاله. فلما الانسان بيكون قاسي ويعتقد ان قسوته صوابا، بيخلي في بعض الاحيان اولاده الاطفال يتمنوا موته. تصوروا يتمنوا موت الاب ده بسبب ايه؟ بسبب القسوه. فانت عاوز تبقى مكروه، الحقيقه اتعلم قساوه القلب، اتعلم انك ما ترحمش، اتعلم انك تكون شديد في احكامك، في ادانتك للناس. هو في حاجه بتصفر ولا انا متهيألي؟ هو واحد يظهر مال الالارم المنبه بتاع الموبايل ونام. علشان وقتكم يا بنات، اخر نقطه هختم بيها، خليك عنيد زلطه. عنيد دي درجات، في عنيد طوبه وفي عنيد زلطه. زلطه دي خليك عنيد، اوعى ترجع في قرارك ولو غلط. كلمتك دي ما تنزلش الارض. ده تصوروا في ناس تفتخر بكده، يقول على فكره انا عنيد جدا، انا عنيد جدا جدا، لا اجيب المحايله ولا اجيب العند. امال بتيجي بايه؟ ما بجيش. انا على طول كده، واللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في اي حاجه او يشرب من اي حته مالحه. عنيد، كان عنيد قوي قوي. لعلمك يا ابونا عايز اقول لك حاجه، انا ممكن بعندي ده افرس كل اللي حواليا ورمش ما يربش، يعني اقوم اسقف له. عنيد. هو يعتقد ان العند نوع من انواع قوه الشخصيه، وهو لا يعلم ان العنيد عنده صغر نفسه بيداري على صغر نفسه بالعند. يعني في منتهى الضعف الحقيقه. الشخصيه بيقول لك انا عنيد، تعرف يا ابونا لو انا قلت هنصيف النهارده في جمصه وكل العيله قالت بلطيم تبقى جمصه، طب هيتحرق دمه، بيتحرق دمه، بس انا كلمتي ما تنزلش الارض. لازم يعرفوا ان كلمه الاب سلطان.
طب ومراتك المقهورة لازم تعرف ان كلمة الزوج سلطان، شخصية عنيدة. انا اكتر حاجة بتلفت نظري ان العنيد بيفتخر بعنده، بالرغم انها صفة من اقبح ما تكون، لان اللي بيدفع ثمنها مش انت، اللي بيدفع ثمنها كل الناس اللي حواليك. كيف اكون مكروها؟ نعد، احنا قلنا 10 مش كده؟ نعدهم. 1، اتكلم عن نفسك كتير، خليك كده عندك زهو بنفسك. 2، خليك اناني ومستغل. 3، افشي اسرار كل اللي اسمعها. 4، فضولا، يعني انكش كده، حط مناخيرك في كل حاجة. 5، اتريق على الناس. 6، انقد وما تشجعش. 7، اوعى تعتذر. 8، قاطع وما تسمعش، قاطع وما تسمعش. 9، خليك قاسي في احكامك. 10، خليك عنيد واوعى ترجع في كلامك حتى لو غلط، لانك لو رجعت في كلامك مرة واحدة عنيد صورتك تتهز. خليك عنيد. طب والناس اللي هتتفرس تتفرس، بس انت ايه؟ راجل. سيبوكم بقى من ان احنا قلناها كيف تكون مكروها. انا بتكلم على بعض الصفات اللي مش ممكن تكون في الانسان اللي عنده محبة ولا عنده اتضاع، لان عنده اتضاع وعنده محبة مش هيعمل ولا واحدة من دول. وحتى لو العيب ده فيه هيكتشف ان ده عيب في شخصية محتاج يجاهد ضدها، مش يحتاج يفتخر بيها. 2 يقابلوني مخطوبين، 2 مخطوبين يقابلوني يقولوا لي ايه يا ابونا، احنا عندنا مشكلة على فكرة، ان احنا الاتنين في منتهى العند وبنعند على بعض عند لا تتخيلوا. طب هتتجوزوا ليه؟ مباراة في العند؟ مباراة مين زلطته اكبر؟ والحقيقة ايه الكلام ده؟ امال فين الطاعة وفين الخضوع وفين المحبة وفين الاتضاع؟ فإن أردت أن تكون محبوبا بقى، عشان نعدل كلامنا، فكر في المحبة والاتضاع اللي ممكن يشطبوا على كل اللي احنا قلناه النهاردة. ربنا يديني ويديكم، إلهنا كل مجد وكرم.